مارس 2014 طائرة ركاب عادية أقلعت من كوالالمبور نحو بكين وعلامتها 239 شخص، لكن بعد أقل من ساعة اختفت تماما من الرادار. هادشي اللي وقع حير العالم كامل، لا حطام واضح، لا اتصال، لا تفسير منطقي. السؤال اللي باقي حتى اليوم، فين مشات طائرة MH370؟ الرحلة كانت عادية جدا، طائرة بوينغ 777 تابعة للخطوط الجوية الماليزية، رقم الرحلة MH370. الإقلاع كوالالمبور، الوجهة بكين، طاقم محترف، الركاب من عدة دول. كل شيء كان طبيعي حتى اللحظة اللي دخلت فيها الطائرة المجال الجوي الفيتنامي. اللحظة الغامضة، فجأة الاتصال بين الطائرة وبرج المراقبة انقطع. ولكن الأخطر من هذا، الرادار العسكري كشف حاجة غريبة. طائرة ما طاحتش، بل غيرت الاتجاه ديالها، وبلاص ما تمشي لبكين رجعت للور، وكأنه شي حد كان كيتحكم فيها. أول رد فعل عالمي، فوق 26 دولة شاركت في البحث، طيارات، سفن، أقمار صناعية، لكن ما كاين حتى أثر واضح. الشيء الوحيد اللي كيبان بعض الإشارات ضعيفة اللي كتوصل للأقمار الصناعية وكتبين أن الطائرة طارت ساعات طويلة بعد الاختفاء. النظريات، كاين النظرية الأولى خلل تقني أو تحطم في البحر. بعض الخبراء قالوا ربما الطائرة تحطمت فوق المحيط الهندي، ولكن المشكلة ما كاين حتى حطام كبير كيثبت هذا. خطف طائرة، نظرية أخرى كتقول أن الطائرة تعرضت للاختطاف، ولكن ما كاين حتى طلب أو جهة أعلنت مسؤوليتها. النظرية الثالثة، تدخل بشري من داخل الطائرة. بعض التحقيقات لمحت أن الطيار أو شخص داخل الطائرة ممكن يكونوا غيروا المسار عمدا، ولكن بدون دليل قاطع. النظرية الرابعة والأكثر غموض، بعض الناس كيهضروا على احتمال تدخل إلكتروني أو تعطيل أنظمة الطائرة بشكل كامل، ولكن هذا الشيء كامل ما متأكدش علميا. العثور على قطع صغيرة، بعد شهور تم العثور على بعض القطع في سواحل بعيدة في المحيط الهندي، لكنها كانت قليلة بزاف وما كافياش لرسم صورة واضحة. كل قطعة زادت الغموض بدل ما تحلو. علاش القضية مازال غامضة رغم كل التكنولوجيا، الأقمار الصناعية، الرادارات، البحث البحري؟ مازال ما كاينش جواب نهائي، وكأنه الطائرة تبخرات من العالم. حتى اليوم MH370 كتبقى واحدة من أكبر ألغاز الطيران في العالم، 239 روح، وقصة مازال ما عندهاش نهاية. السؤال باقي، واش كانت حادثة، خطأ، ولا شي حاجة مازال ما مفهوماش للعالم؟ إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. باقي بزاف ديال القصص والأخبار جايين.